رحت لهم كذا مره الستور في كارفور اسكندريه يقولوا لي ده سوء استخدام. هو ايه اللي سوء استخدام؟ ده مش طباعه، ده حفر. هستناكوا تقولوا لي بتتابعوني منين، ارجوكوا ارجوكوا، ونفسي اعرف انتوا بتتابعوني من انهي بلد. افرجكم الباجز التحفه اللي قلت لكم عليها من براند فظيعه فظيعه. اشتريت منها كذا واحده وفي منهم لسه ما استخدمتهمش، بس انا عايزه اوريكم يا جماعه الماتيريال والتقفيل والسوست وكميه حاجات غير طبيعيه. تعالوا اوريها لكم. بصوا جبت منهم كل الشنط دي، هما 5 باجز تحفه تحفه. بصوا يا جماعه الديتيلز، تعالوا يلا نقعد مع بعض واوري. اول باج، شايفين يا جماعه الديتيلز حلوه قد ايه؟ بصوا اسمعوا التكه، بصوا بصوا التكه، الكواليتي بتاعت الحاجه من كتر ما هي حلوه انت مش هتفضلي تدوري على السوس ده، هي بتقفل لوحدها. بصوا بصوا الجمال والشياكه. البراند دي اسمها لوي كاردي، اوكي؟ دي اصلا براند مستورده من بره اسمها لوي كاردي، واللي بيجيبها حد هنا في مصر اسمه فور يو، براند اسمه فور يو. معاها الستراب الطويل بتاعها، وهي اوريدي طبعا ليها الايد القصيره عشان لو انتي حاجه كلاسيك، لو انتي حاجه هتلبسيها سي الصبح. وجوه بصوا بصوا الجمال بتاع البطانه بتاعتها، مطبوع عليها لوي كاردي. السوست مطبوع عليها اهي، بصوا تحفه. انا يا جماعه انا كل ما البسها اولا بحس بلكجيريوس فيلينجز كده حلوه قوي، لان بجد بتبقى ماستر بيس. واللي بيشوفوها عليا، يعني انا اللي بيشوفوها عليا ناس بتشتري براندز وبالافات الجنيهات يفضلوا يقولوا لي واو الشنطه دي منين، انت جايباها منين، الديزاين تحفه، الماتيريال تحفه. عايزه اقول لكم انا بشتري شنط جس، والله شنط ومحافظ جس، بعد كام مره استخدام الاقي ان الجلد قشر. رحت لهم كذا مره الستور في كارفور اسكندريه يقولوا لي ده سوء استخدام. هو ايه اللي سوء استخدام؟ ده محفظه محطوطه جوه الشنطه، بعد مرتين 3 جلدها يقشر تقولوا لي سوء استخدام. فما بقتش الصراحه ادفع فلوس في براندز بالطريقه دي. بصوا من تحت، بصوا اصلا، بصوا انا بضم البتاع مش بتتضم، هي بوكس، هي بوكس. بصوا بوكس فظيع. دي اول شنطه. جبت بقى الوان نيوترال علشان تليق على اي لبس البسه، يعني هو عندهم الوان تانية كتيره بس انا جبت ادي الاوف وايت، والستراب بتاعه بقى احطه، وادي ده الاسود. بصوا شيك ازاي. دي برضو استخدمتها كذا مره وكل اللي يشوفها يقول لي ايه الشياكه في الديزاين دي. بشيل الستراب عشان كنت لابساها اخر مره في خروجه يعني كان شيك. بصوا الطباعه على كل حاجه. البراند دي براند مستورده من بره، براند اسمها لوي كاردي، اوكي؟ بصوا من جوه الحاجه مطبوع عليها، التيكتس مطبوع عليها، السوست من جوه مطبوع عليها، كل حاجه بيرفكت، مور ذان بيرفكت والله. يعني انا خلاص انا مش هشتري شنط تاني من اللي هي بقى بالافات الجنيهات، بجد تحفه. وعلى الويب سايت انا لما جيت اشتريت لقيتهم منزلين ديسكاونت كمان، فاتبسطت قوي. منزلين عليهم ديسكاونت على الشنطه، منزلين ديسكاونت 1000 جنيه عن سعرها الاصلي، فطبعا حاجه more than perfect. بصوا الديتيلز بتاعت اللوك بتاعها. دي تاني شنطه، تعالوا اوريكم تالت شنطه بموت فيها بقى. بصوا دول كده معاهم 2 سترابس، التانية معاها هي 3، معاها 3 سترابس من الحاجات اللي ممكن تمسكوها بيها. بصوا الشياكه والجمال. دي تالت شنطه. بصوا اول ستراب اللي هو العادي بتاعها انت لو هتمسكيها لوحدها. بصوا الكواليتي عامله ازاي، يعني انت مش شايلها خلاص هي هتلم نفسها وتدخل جوه لوحدها. بصوا الشياكه في الديتيلز يا جماعه، ماستر بيس. بصوا الجلد نفسه ده مش طباعه، ده حفر، كل كلمه مكتوبه لوي كاردي حفر في الجلد. بصوا الماتيريال تحفه. ادي اول ستراب، ادي تاني ستراب اللي هو ايه المتوسط ده اهو، شايفينه؟ ده تاني واحد، وده كده تالت واحد الطويل. فبجد شنطة تحفة شيك يا جماعة، بموت فيهم، بموت في الكولكشن اللي انا جبته ده. وتعالوا شوفوا بقى من جوه الشياكة. بصوا البطانة عاملة ازاي، البطانة مطبوع عليها، السوست مطبوع عليها، التيكت مطبوع عليه،
الماتيريال بتاعت السوست بتاعت بصوا الماجنت بتاعها مطبوع عليه، بجد تحفة. بجد يا جماعة ماستر بيس، أحلى من شنط كتيرة تومي أنا جبتها بآلافات الجنيهات وماتيريال تحسوها مهلهلة، والله مهلهلة. تومي بآلافات الجنيهات، وبراند لوي كاردي دي اللي بيجيبهم هنا في مصر حد اسمه فور يو في القاهرة ربع سعرهم. دي بقى الشنطة اللي بعدها أنا لسه ما استخدمتهاش، ده برضو اللي هو فور يو اهي لسه بالتيكت عشان ما فكتهاش ما استخدمتهاش. وده بقى دي مش ماركة اسمها لوي كاردي، دي اسمها اميلي لوران. بصوا الشكل عامل ازاي، ادي دي من قدام ومن الجنب بتاعها. بصوا على الجمال، بصوا ايه اللي جوه، تحفة. شنطة صغيرة جوه الشنطة طقم. وبصوا شكل الشنطة الصغننة، يعني انتوا ممكن ده خروجات الصبح بسيطة كده. بصوا الشكل، بصوا الكتابة بتاعت اميلي لوران، ولسه عليها اهو التيكت الترانسبيرنت. هنفتحها، بصوا الشياكة من جوه، بصوا التبطين، السكارف او الحاجة اللي عليها دي مدياها فايبس حلوة قوي. كل حاجة مطبوع عليها. لا يعني فعلا انتي لما تمسكي شنطة زي دي بيبان الاليجنسي، انتي قد ايه الموضوع luxurious. حتى السكارف مكتوب عليه اميلي لوران اهو. بصوا الظهر اللي تحت ده، بصوا مش بيتطبق، هي بوكس. لا انا انبهرت يا جماعة بالماتيريال اللي بيجيبوها براند فور يو دول، بجد تحفة. وبصوا دي من جوه منتهى الشياكة، so elegant. دي الشنطة دي الرابعة. هوريكم اللي بعد كده اهو، بتحطوا دي. وعجبني قوي ان من قدام شكل اهي اميلي لوران، بصوا الشياكة، ومن الجنب شكل تاني. عجباني قوي الحركة دي بجد، حاجة يونيك، يعني هتلبسيها وتمشي الصبح وتمشي بعد الظهر برضه. الشنطة اللي بعد كده بقى ليه انا حاسة اللي هو ايه، خلاص بقى الاليجنسي الفظيعة. بصوا دي، بس الصراحة يعني انا بعد ما جبتها حاساها مش ستايلي قوي، بس في شوية لبس هي بتليق عليه اهي كده اهي. بصوا من تحت النظافة في الماتيريال، في الكواليتي. بصوا السوست قيمة قد ايه. بص دي برضو براند فور يو. بصوا بقى كام سوستة في الشنطة دي. هي حلاوتها الصراحة ان هي حلوة تشيل كتير، وفي نفس الوقت مش هتبقى حجم وانتي شايلاها. يعني بصوا ادي اول سوستة، اوكي، وادي دي تاني سوستة اهي، وفي دي اهي تالت سوستة. فتحفة برضو. البراند دي انا مش عارفة اسمها اهي، اسمها ايه مش عارفة، معرفش الصراحة، بس هي برضو من فور يو. وبرضو ديسكاونتس بقى، الاقي منزلين 1000 جنيه نازلة ديسكاونت على الشنطة. last but not least الشنطة دي برضو، دي لسه ما استخدمتهاش، من ديفيد جونز اهي. ديفيد جونز، بصوا الحركة اللي فيها دي جديدة جدا، حلوة قوي، تحفة. والسوست، بصوا السوست عاملة ازاي، بصوا يا جماعة جمال السوست، والطباعة على السوست مكتوب ديفيد جونز هنا اهي. شايفينها؟ مش عارفة شايفينها ولا لأ اهي. ومعاها ستراب من جوه ماسك فيها اهو، وشكل الشنطة من جوه، والسوست كلها مطبوع عليها. يعني حتى السوستة الصغننة لو باين عندكم التيكت مطبوع عليه اللي هو الليبل اللي من جوه. فبجد يا جماعة شنط ماتريال خطيرة. أنا لسه جايبة السنة اللي فاتت بيير كاردان، كانت شنطة كروس بيير كاردان وجايباها بألافات. بعد بالظبط 4 أو 5 استخدامات الستراب بتاعها ده هو طويل، هي الستراب طويل اتقطع من هنا. هم عبارة عن زي قماش وبعدين الباقي جلد، اتقطع في الخط اللي ما بين القماش والجلد بعد 4 أو 5 استخدامات. من بعدها دي بالذات هي والشنطة الجاتس الاتنين كانوا ورا بعض، قلت انا مش هشتري براندز غالية بعد كده. بقيت زعلانة عشان مش لاقية شنط حلوة محترمة تستحمل وتعيش. جبت دول، غيرت رأيي تماما. اول ما جبت دول يا جماعة، هم اصلا محطوطين كده في الدريسنج ماستر بيسز، والله
والله ماستر بيسز. حلوين قوي. انتوا برضو لو حابين تشتروا باجز تغيروا او كده، ممكن البراند دي بجد برشحها لكم. انا بستخدم الشنط بقالي فتره داخله في 8 شهور او 6 شهور، وبجد كل اللي يشوفهم يقول لي تحفه، ماتيريال محترمه، كواليتي محترمه. هي الشنط مستحمله معايا، مش زي البراندز الغاليه، لكن دول بربع سعرهم. يلا يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. هستناكم تقولوا لي بتتابعوني منين، ارجوكوا ونفسي اعرف انتوا بتتابعوني من انهي بلد.